اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ولادي طلبوا مني طلب، أقدر أرفض لهم؟ لا طبعا. مسكنا ببعض شوية ونحينا شوية ولأ ومش عارفة ايه، بس عملنا في الآخر يعني لازم نتأدب كده. أسفة طبعا، ونعمل لهم اللي هم عايزين باحترامنا كده وبأدبنا عشان ما نقللش من بعض. قالوا يا ماما اعملي لنا كشري مصري. يا ولاد بلاش كشري مصري. لا يا ماما اعملي لنا كشري مصري. يا ولاد الله يهديكم، انت تقومي تعملوه لنا دلوقتي. ماشي، عملنا الكشري المصري. تعالوا اما نشوفوا عملنا ايه في الكشري المصري، وتعالوا شوفوا حصل لي ايه وانا بعمل الكشري المصري. كنت كل ما امسك حاجه تقع من ايدي، يجعلني ماليش مزاج ان انا اعمله لهم خالص. هتضحكوا ضحك عليا في الفيديو ده لما تقولوا يا بس. حطينا ميه السلق على البوتاجاز، ميه بملح بس للمكرونه، ما حطينا لهاش اي حاجه، لا حطينا لها زيت ولا حطينا لها حاجه. وجينا هنا جبنا كميه بصل حلوه. اسفه طبعا. ايه علشان نعمل انا بحط في الصلصه بتاعه الكشري بصل وتوم. جربيه بالطريقه، ولادك هيعشقوا، هيقولوا لك يا ماما عدناش جايبينه من بره. هو اهم حاجه فيه الصلصه. كلنا بنعرف نسلق مكرونه وكلنا بنعرف نسلق عدس، بس هي التكات اللي بتتعمل في الصلصه او في البصل بتاعه، اللي عشان عيالنا بيحبوا البصل من بره مقرمش، انت ما بتعرفوش تعملهن مقرمش. الصلصه بتاعت بره حلو، انت مش بتعمليها زي بتاعت بره. جربيه بالطريقه ديت وولادك ما عادوش هيقولوا لك يا ماما نشتري من بره خالص. بس الحاجه الوحيده اللي ولادي ما بياكلوهاش فعلا اللي هو الحمص، فوش وما بعملوش. هي لو ممكن ولادك بيحبوه بياكلوه، هاتلك ربع كيلو حمص واسلقيه، ما فيهاش اي مشكله. المهم جبنا هنا بقى ايه كميه بصل حلوه. بنشيل اللي هي الحته اللي ورا ديت عشان البصله تتفكك معانا، وبنقطعها كده شرايح رقيقه خالص على قد ما تقدري رققي، عشان اما تطلع معاكي في الاكل ما تبقاش لسه طريه من الصلصه او حاجه. هنديها تشويحه على البوتاجاز بمعلقه سمنه بقى بمعلقه زيت. الماده الدهنيه دي بتاعتك اللي انت بترتاحي فيه واللي انت بتطبخي منه لولادك اعملي منه. احنا بنديك الفكره، واعملي بالطريقة اللي ولادك بيحبوها مش اللي أنا بعمل بها، لأن أنا ممكن أعمل بطريقة أنت ولادك ما ياكلوهاش، يبقى خسارة، هتروحي تكلفي على الأكلة ولادك مش هياكلوها. يبقى أنت تعملي بالطريقة اللي أنت ولادك وأنت بيحبوها، مش اللي أنا أو ولادي أو أي حد بنحبها، لا أنت وولادك أو جوزك أو حماتك أو حماكي، تبع ما أنت عايزة أو تبع ما أنت عايشة. كده بقى حطينا ربع كوباية زيت على البصلة دي كلها. أنا معايا قطعت حوالي 3-4 بصلات كبار حلوين، وأنا معايا 5-6 فصوص توم، وأنا علقت على العدس بالسلق، والناحية التانية المكرونة. في معلش أسفة زوري بس بيوجعني شوية. انتوا عارفين بقى البرد والحبشتكنات اللي بتجيلنا في الشتاء دي، الحاجات الغريبة اللي بتظهر فجأة دي. كده معايا 5-6 فصوص توم، هقطعهم قطع صغيرة برضو عشان ما محدش يتأذى منهم. وهنعمل الصلصة. هروح افرم شفشق طماطم كويس وبس. عايزة انت تحطي صلصة من التانية حطي، بس احنا يعني عندنا الطماطم الفريش، فهروح افرم شفشق كبير على ما البصلة معايا تتدبل شوية واجيلكوا على طول. شفتوا فرمت وجيت، بس كنت خدت طبعا بتاع يجي 6 دقايق كده البصلة على النار، وايدي فيها على طول على بال ما تدبل. كده بقى احطها تغلي مع نفسها، لا حطيت لسه بهارات ولا ملح ولا اي حاجة. حطيت البصلة والثوم شوحتهم ورجعت ركنتهم. الكيس ده بقى وقع من ايدي هنا يجي 2 بس بقى على الرخام. في ايه؟ شفته في الاخر يعني مش عارفة اكب منها الكيس، انا شاريها مكرونة سايب اهيت، جايبة كيلو وشلت من الكيلو كمان لان حسيت ان هو هيبقى كتير عليه. هنسيبها بقى تتسلق عادي، انا ما حطيتش زيت ما حطيتش حاجة.
هو مية وملح. كده كنت بلم اللي على الرخام انضفه، قلت خساره يترم اهو. انا كل ما امسكه يقع من ايدي، هعمل ايه يعني؟ قمت رايحه ماسكاه، قلت اما اروح الم اللي على الرخامه بقى اهو. كده بقى رجعت للبصل اللي هو باقي معايا تاني، اللي انا المفروض بقى هحمره للكشري. تعالي برضو قطعيه رقيق قوي، يعني لو قدرتي ترققيه على قد ما تقدري رققيه. انا حاول هنا برققه على قد ما اقدر، لان انا شايله اللي هي الحته اللي بتبقى ماسكه البصله من تحت دي كلها، فالبصله معايا فكه اهو. شوفوا بحاول ارققه عشان يبقى رقيق معايا ويطلع مقرمش وحلو، زي اللي احنا زي اللي الولاد بيجيبوه من بره. همسك بقى كمية البصل اللي معايا دي كلها اقطعها كده، وهنحط يعني تكاية كده في الاخر، هي اللي هتخلي البصل مقرمش وتنزل منه المية اللي في البصل كلها. ما هو خدوا بالك البصل طري، لان البصل في مية، احنا عايزين ننزل منه المية دي. ننزلها بايه؟ تعالوا نشوف في الاخر هننزلها بايه. اهو، بمعلقة ملح، وحطيه في مصفى وشوفي كمية المية اللي هتنزل من البصل قد ايه. ما تخافيش، مش هيطلع له ريحة، مش هتقولي له ريحة او اي حاجة. انا عاملة معاكم همت، وهقلبه واحطه في المصفى واسيبه لحد ما اقليه. لا طلع معايا ريحة ولا عمل حاجة، المية بس كل ما هنالك انك هتشوفيها تنزل، هي دي بقى اللي هتخليهولك مقرمش وجميل. شوفوا انا بحاول حتى الواحدة اللي الاقيها شابكة ببعضها بفصصها عن بعضها اهي بايدي وانا واقفة، عشان نعمله ايه؟ يبقى مقرمش كده وبخرفش كده زي اللي احنا بنجيبه من بره للولاد. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد ولك الشكر على نعمتك وعطيتك يا رب، اللهم لك الحمد. كده بقى بفصصه، بس انا ما بعملش فيه حاجه الا بفصصه من بعضه بس، يعني الواحده اللي شابكه ببعضها بقى راح مفصصاها. كده بقى المكرونه سلقتها وصفتها، والعدس كمان سلقته وصفيته، بس جيت هنا حطيت معلقه سمنه بلدي على معلقه زيت وبلوح فيها المكرونه. احنا اللي هناكل. قمت راح حاطه عليه العدس، قلت برضو يتشرب مع معلقه السمنه البلدي مع النطرة مع ذره الفلفل الاسود اللي انا حطيتها على المكرونه، يعني قولي معلقه صغيره كده من اللي هي بتاعت الشاي. وقمت راح مقلباهم في بعض كده، وكده خلاص عم الحاج بتاع المكرونه والكشري ده خلص. هنركنه على جنب، ونروح بقى نغسل الرز بتاعنا، ونجيب الشعرية بتاعتنا، ونشوف ايه اللي حصل لنا تاني واحنا بنعمل الرز في الشعرية. تعالوا يلا نشوف ايه اللي هيحصل لنا دلوقتي. كده لا، هبهر الصلصة، ملح، كمون، كزبرة ناشفة، فلفل اسود، بس مش هحط اكتر من كده، وشطة. وحطيت معلقة شطة كبيرة كده، حطيت الفلفل الاسود والكزبرة، هحط الكمون وهحط دي الشطة، وهرجع صلصي بقى الملح اللي انت بتحبيه، اللي انت يعني بتحبي ملحكوا زايد قوي، بتحبوا ملحكوا مظبوط، حطيه كده. انا حطيت كمون، فلفل اسود، كزبرة ناشفة، ملح، شطة. هما دول البهارات اللي انا حطيتهم على الكشري. طعم الكشري كان طعمه جميل مسكر، والبصل عاطية للصلصة مسكرة، مش الطماطم بقى اللي هي كده، لا. تعالوا شوفوا قولي برضو اللي حصل لي هنا تاني. وربع كوباية خل حطيتها على الصلصة برضو، بتديها طعم جميل. كده حطيت زيت عشان احمر الشعرية بقى للرز. وتعالوا شوفوا ايه اللي حصل لي. ما هو ده اليوم اللي هو ايه، اليوم العالمي في الكوارث. شفتوا الشعرية وقعت مني برضو، يعني المكرونة وقعت مني والشعرية وقعت مني. اعمل ايه في نفسي؟ حد يقول لي اعمل ايه في نفسوياتي؟ يا حستي السودا يا نيم. الشعرية وقعت، المكرونة مني وقعت. كده بقى معايا كمية الرز اللي انا غسلتها ونضفتها. محدش يقول لي البوتاجاز متبهدل، محدش يقول لي مثلا كده، لا عادي، ما احنا كلنا بنطبخ وكلنا يعني. شوفوا بقى من الطبق ابيض مش باين، بس انا هوريكم دلوقتي المية اللي نازله منه. هروح اعصره بايدي كده على الحوض،
واوريكم الميه. شوفوا الميه نازله منه ازاي. كل الميه دي بقى هي اللي بتخليهولك طري، مهما تحمريه في الزيت هو طري، لان هو شارب ميه كتير. واحط عليه معلقتين 2 نشا، واروح اقلي بقى، بيطلع احلى بصل. يعني انتي تاكلي كده اهو. عملناه جميل. انا بعمله كده على طول بصراحة، بيبقى جميل جدا. هنروح بقى نقلي ديت، حطهم بس في الزيت كده على ما الزيت يقدح، ونسيبه ونروح على طول للمواعين بقى وللحاجة اللي عندنا بره. دي ايد بنت على فكرة، كانت الطاسة هتقع، هو ده يوم الكوارث، فقالت لي يا ماما ده كانت الطاسة هتقع والتليفون وقع. قلت لها طب يلا مش مشكلة، حصل خير الحمد لله ان هي جت على قد كده. يلا بس شوفوا ده كله معلش حطيته بس كده لقطة بسيطة عشان تعرفوا بس ان انا مش بكذب عليكم او حاجة. ده كان حاجة كبيرة يعني، كانت حبات كتار كده، تليفون وقع وكان الزيت هيقع، معرفش كان في ايه النهاردة. الحمد لله الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. كده كنت طلعت طاسة بصل. ودي هنا بقى بعمل الدقة اللي احنا على طول بنشتريها من بره. 4 معالق خل، معلقة شطة، معلقتين 2 زيت، ونص ليمون. 4 معلقة واحدة شطة، 4 معالق خل، معلقتين 2 زيت، ونص ليمون. وحطيها بقى على الكشري. لو انت بتحبي سبايسي قوي كتر الشطة شوية، بس احنا يعني هم عايزينه، بس يعني مش حابة حدقه لهم قوي، مش حابة شطشطه لهم قوي، فعاملينه يعني ايه معلقة واحدة يا دوب، كل واحد ياخد حاجة بسيطة كده على الايه على الطبق بتاعه اهو. كده بقى ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، ونكبر سوا بإذن الله تعالى. امسكيهم بقى دوبهم في بعض كده كويس قوي، وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. كده الرز بتاعنا على البوتاجاز، والصلصة على البوتاجاز، والمكرونة والعدس خلاص. احنا ما بنحبش الحمص عليه خالص. كده بقى انا بغرف ايه اهوت، هغرف معاكم طبق واكمل بقى الغرف ايه تاني بقى مع نفسي لوحدي. كده اهوت غرفت العدس، ما هو العدس على المكرونة، فانا غرفت الايه العدس والرز. كان بيقول لي هاتيلي من تحت عشان يبقى سخن. حاضر. بغطي طبعا عشان الجو برد، الاكل ما يبردش. شوفوا الصلصة بتغلي ازاي. شوفوا بقى البصل من جوها عاطي للصلصة شكله وجمال ازاي. كده بقى حطينا المعلقتين الصلصة، هنروح نحط له معلقة الشطة. وكده بقى ايه كده نقول لكم ايه باي باي اهو. معلقتين، وهوريكم البصل مقرمش ازاي. شوفوا لونه اصلا، ده الكاميرا ظلمه وطالع افتح من الكاميرا بكتير ومقرمش خالص. شوفوا بتهرس في ايدي كده اهو. شوف انا بعمله ازاي، بتهرس. شفت بوريكم الهرسه بتاعته، انا عماله اهرس فيه كده. كده بقى اشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.